السر للنجاح اللي كلنا نفسنا نوصل له هو إنك دايما يبقى عندك تفاؤل ونظرة إيجابية للواقع، وكل ما تفشل لازم تقوم وتعمل كل اللي أنت بتعمله تاني. طبعا معظمنا حافظ الكلام ده لأن ده كلام معظم كتب التنمية البشرية أو المتحدثين التحفيزيين اللي بقينا نشوفهم كتير دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب. بس كتابنا النهاردة مش بيقول لنا كده خالص، بالعكس، لأن أنت هتوصل في نقطة وأنت متبع الخطوات دي وتحس بالاستنزاف. لأن صدق أو لأ، سر السعادة الحقيقية والغنى هو إنك تقدر تتقبل الفشل والألم وتقدر تتعايش معاهم من غير ما تحس بأي حاجة غريبة. لأن كل واحد فينا في عيوب منعاه من الدخول في المستوى التاني من نفسه، وعشان تقدر للمستوى الأعلى فلازم إنك تعرف حدود إمكانياتك وتبدأ في مواجهة الحقائق الموجعة عن نفسك. عشان كده الكتاب ده رافض تماما فكرة إنك لازم تكون إيجابي عشان تعرف تنجح. كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون كتاب مختلف عن كل الكتب اللي ممكن تكون قريتها أو سمعتها في المجال ده. تم إصداره سنة 2016 وعمل ضجة كبيرة قوي في العالم أول ما نزل، لأن لما كل الكتب تكون متجهة في طريق معين ويظهر لك كتاب بيغير لك المعايير دي، فبيبقى لازم إنك تقف ثانية وتفكر في كل كلمة الكتاب ده بيقولها. عشان كده عايزك تجهز سماعتك وكوباية الشاي، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، عشان ده بيساعدنا كتير إننا ننشر المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا بكل جديد بينزل. ويلا بينا نبتدي. لو بصينا لحياة الكاتب الروائي الشهير بوكوفسكي هنلاقي إن معظم سنين حياته كانت عبارة عن فشل خام، وهنلاقي إن كل رواياته اتقابلت بالرفض من كل دور النشر في وقتها، وده اللي كان ليه سبب كبير قوي في إدمانه. ولما وصل بوكوفسكي لسن ال50 وافق واحد من المحررين على نشر أول رواية ليه بعنوان مكتب البريد. ومن هنا بقى يا صديقي بتبتدي قصة نجاح بوكوفسكي بعد سنين طويلة قوي من الفشل واحتكار الذات. وهنلاقي جملة لا تحاول مكتوبة دلوقتي على قبره، واللي فاجأت ناس كتير قوي بسبب عدم توقعهم إن جملة زي دي تكون موجودة على قبر واحد كانت كل محاولاته في الحياة هي الوصول للنجاح بعد سنين كتيرة قوي من الفشل. بس هنا بقى بيقول مارك مانسون إن نجاح بوكوفسكي ما كانش نابع من تصميمه على الفوز، بس كان نابع من حقيقة إدراكه إنه فاشل. وده هنا قصد بوكوفسكي من جملة لا تحاول. بيقول مارك مانسون إن النصائح والآمال الإيجابية زي أنا لازم أبقى شخص غني أو لازم أبقى أذكى أسعد صحي أكتر هي في الواقع نصائح بتركز على الحاجة اللي ناقصاك. فعلى سبيل المثال هتلاقي إنك بتدور وبتتعلم عن أحسن الطرق اللي تقدر تعمل بيها فلوس، وده نابع من إحساسك إنك مش بتعمل أصلا فلوس كفاية. وعشان كده بيقول إن التركيز الدائم على الحاجات الإيجابية بس هيبقى دورها الأكبر هو تفكيرك بالحاجة اللي مش عندك. وعشان كده بيناقش الكتاب مفهوم فن اللامبالاة الذكي، وأقدر أوضح لك المفهوم ده في 3 جمل بسيطة. أول جملة وهي إن عدم الاهتمام المبالغ فيه مش معناه عدم الاكتراث بالشيء، بس معناه إنك تهتم بالطريقة اللي تلاقيها مريحة ليك ولأسلوب حياتك. تاني جملة وهي إن الحل لمواجهة أي مصاعب هي الاهتمام بحاجة أهم من المصاعب دي في حياتك، عشان تقدر تفهم إن المصاعب دي مش هي اللي متحكمة في حياتك، فتقدر تحجمها كويس وبعدين تقدر تحلها. وتالت جملة وهي سواء صدقتها أو لأ، فأنت يا صديقي مش بتختار غير الحاجة اللي أنت مهتم بيها. فعلى قد ما تقدر حاول تختصر على نفسك واسعى في الحاجة اللي بجد بتشدك. بيتكلم الكتاب في الفقرة دي عن قصة أمير مرفه زهقان من عيشة المتعة والطرف، وقرر إنه يخرج بره القصر اللي عايش فيه، واللي اتفاجئ من اللي شافه من معاناة الناس اللي عايشة بره القصر. ومن هنا قرر إنه يتسلل المدينة ويعيش حياتهم على أمل إنه يوصل لهدف من الحياة عموما. ومرت السنين على حياته بره القصر، ولكن الحياة دي ما زودتوش بالبصيرة اللي كان نفسه يوصل لها. وعشان كده قرر إنه يفضل قاعد في مكان من غير ما يتحرك خالص لحد ما يوصل لفكرة عظيمة عن الحياة. وبعد 49 يوم قدر إنه يكون لنفسه وللعالم فلسفة مهمة جدا، وهي يا صديقي إن الألم والخسارة حاجتين
مفيش مفر منهم أبدا. والأمير ده اللي اتعرف بعد كده للعالم باسم بوذا. عشان كده بيقول الكتاب إن السعادة بتيجي من حل المشكلات، لأن المشكلات يا صديقي ثابت من ثوابت الحياة، وحلك لمشكلة معينة هيخلق لك مشاكل جديدة. فمثلا عشان تتخلص من مشكلتك الصحية بإنك تروح للجيم، هتخلق لك مشاكل جديدة، وهي إنك لازم تصحى في وقت أفضل، وإنك تغير هدومك قبل الشغل. فلازم تفهم إن السعادة بتيجي من حل المشكلات وتقبلها. وعشان كده يا صديقي لازم تختار الحاجة اللي مستعد بجد إنك تكافح عشانها، لأن ببساطة أي حاجة هتخش فيها هيبقى فيها ألم واستسلام، بس المفتاح هنا إنك تختار الألم اللي أنت عايز تحس بيه، وهتبقى سعيد وأنت بتحله وبتتعامل معاه. ساعات في حياتنا بتواجهنا مشاكل بنعجز عن حلها، واللي بدورها بتحسسنا بالتعاسة أو العجز. بس الأخطر من المشاعر دي واللي بيكلمنا عنها الكتاب هو إحساسنا في اللاوعي إننا أشخاص مميزين عشان تظهر لنا مشكلة كبيرة قوي زي دي في حياتنا، واللي نتيجة ليها بيبقى عندنا شعور زائد بالاستحقاق، واللي بيظهر على هيئة شكلين. أول واحد وهو إن أنا شخص مميز قوي عشان ظهرت لي مشكلة زي دي وقدرت أتعامل معاها طبعا، فأنا أستحق معاملة تانية عن غيري. أو الشكل التاني وهو إنك تحس إنك تعبت وعانيت أكتر من أي حد، فتستحق معاملة خاصة، وكأن مفيش مشاكل بتظهر غير عندك أنت بس. ولو دورت كويس هتلاقي إن في ناس كتير عندهم نفس المشكلة، وإنك للأسف يا عزيزي مش مميز في المعاناة ولا حاجة. بيحكي لنا الكتاب قصة ملازم ياباني أثناء الحرب مع أمريكا، واللي أمره الإمبراطور الياباني بإنه ما يسيبش مكانه نهائي وما يستسلمش تحت أي ظروف. وبالرغم من نهاية الحرب وانتشار المنشورات اللي بتقول كده، إلا إنه ما صدقش الكلام وفضل عايش في الجزيرة اللي كان فيها لمدة 30 سنة كاملين، عايش بس يا عزيزي على الحشرات والأعشاب، لحد ما لقاه شخص مغامر وعرفه الحقيقة. ولو بصينا للقصة دي في اليابان هنلاقي إن الناس منقسمة لرأيين عن الملازم ده، وهي إن رأي شايف إنه أيقونة من الوفاء والحب للوطن، والرأي التاني شايف إنه أيقونة من الغباء الخام. عشان كده بيقول لنا الكتاب إن المقياس اللي بتستخدمه عشان تقيس بيه نجاحك أو فشلك مش ثابت عند كل الناس. عشان كده محتاج إنك ما تفكرش في رأي الناس وتركز بس على اللي أنت عايزه. وبيقول الكتاب برضو إن إدراك الذات عامل زي البصلة، بيتكون يعني من كذا طبقة. والطبقة الأولى من بصلة إدراك الذات هي فهم الشخص لمشاعره، والطبقة التانية هي سؤال أنفسنا عن سبب إحساسنا بالمشاعر دي وإيه سبب انفعالاتنا. وآخر طبقة هي الأعمق فيهم وأهمهم، هو تحديد القيم اللي أنت بتمثلها عشان تقدر تعرف إيه اللي بيمثل لك النجاح والفشل في حياتك. الفرق الوحيد بين المشكلة المؤلمة اللي بتعطلك حياتك والمشكلة اللي بتحركك للأحسن وبتطورك هي إنك مختار المشكلة دي ولا هي مجبرة عليك. عشان كده بيحكي لنا الكتاب قصة ويليام جيمس اللي كان مولود في عائلة كل أفرادها أشخاص ناجحين. بسبب مشاكله الصحية كان من المنطقي جدا إنه يكون أفشل واحد في العيلة دي، وكان مستسلم للأمر ده لأنه كان مقتنع إن مش في إيده أي حاجة يقدر يعملها عشان يغير الواقع ده. بس قرر ويليام إنه يعمل تجربة على نفسه، وهي إنه يقضي سنة كاملة يعتبر فيها هو المسؤول عن كل حاجة بتحصل في حياته، ويحاول إنه يغير حياته بنفسه. وفي نهاية السنة دي يا عزيزي بقى ويليام جيمس أب العلم النفسي الأمريكي، وبقى أكتر الناس تأثيرا بجيله. فلازم يا أصدقاء نفهم إننا مسؤولين عن كل حاجة بتحصل في حياتنا، ولازم نحارب عشان نحسن وضعنا وما نحطش اللوم على القدر، لأن الحياة لوحدها يا عزيزي مليانة بالحاجات اللي تقدر تخليك تعيس، بس السعادة الحقيقية إحنا اللي مسؤولين عنها. ولازم نفهم إننا مش دايما الطرف البريء في القصة، والحياة دايما هي اللي قاسية، لأ، لأن معظم مآسينا إحنا السبب فيها بشكل أو بآخر. دايما كنت بشوف ناس كتير كانت عندها ثوابت ومعتقدات مؤمنين بصحتها، وبعدين اتثبتت إنها كانت غير صحيحة،
ولو أخدنا دقايق وبصينا لأخطائنا وعيوبنا في الماضي هنلاقي إن لسه في عيوب وأخطاء بنعملها مشابهة للماضي، ولكنها مش هي بالظبط. وعشان كده بيقول لنا الكتاب إن دي حاجة كويسة مش وحشة، لأن ده معناه إننا بننمو وبنتطور. لأننا في مراحل تطورنا مش بننتقل من الخطأ للصواب على طول، بس بننتقل من الخطأ للخطأ أقل شوية، ونبتدي نقرب للصواب واحدة واحدة. لأننا يا عزيزي مش مطالبين إننا ننتقل من الخطأ للصواب المطلق على طول، بس لازم إننا نكتشف أخطائنا ونبقى أقل خطأ على الأقل في المستقبل. وبيقول الكتاب إن الدراسات أثبتت إن أسوأ المجرمين بيبصوا لنفسهم على إنهم ناس كويسة دايما، وعشان كده دايما مرتاحين ناحية نفسهم، واللي دايما بيديهم الأحقية في أذية الغير. لأن الأشرار عمرهم ما بيقتنعوا إنهم أشرار أو على خطأ، وده اللي بيسميه الكتاب بمخاطر اليقين البحت. وعشان كده بينبهنا الكاتب إننا نخلي بالنا من معتقداتنا، لأنها قادرة إنها تبعدنا كل البعد عن الصح. وعشان تعمل كده فلازم تعيد تفكير في كل الحكايات اللي بتحكيها عن نفسك، ومن هنا تقدر إنك تحرر نفسك للنمو والتطور. لأن يا صديقي مهارة إنك تحط نفسك تحت علامات الاستفهام والتساؤل هي مهارة من أصعب المهارات البشرية. مفيش حاجة بنمر بيها إلا وكان ليها حكمة معينة ربنا رماها في حياتنا. فلو بصينا في بداية حياتنا واحنا صغيرين هنلاقي إن احنا عشان نبدأ نمشي عدى علينا أوقات كتيرة قوي وقعنا فيها، وده بالظبط اللي بيقوله الكتاب في الفصل ده. لأنك لو بصيت لحد أفضل منك في حاجة معينة هتلاقي إن هو عانى وفشل فيها أكتر منك، وبالتالي برضو لو أنت أفضل من حد في حاجة معينة هتلاقي إنك عانيت ومريت بأمور فيها أكتر من الشخص ده. وعشان كده لازم تبقى مقتنع إنك مش ممكن تكون ناجح في حاجة غير لما تفشل فيها الأول. لأنك يا صديقي لما بتتجنب الفشل فأنت من غير ما تاخد بالك بتتجنب النجاح فيه برضه. الموت يا صديقي شيء مخيف، وعشان بنخاف منه فبنتجنب التفكير فيه حتى لو أصيب حد قريب مننا. فهتلاقينا دايما بنتجنب التفكير في وفاة الشخص ده حتى لو الإصابة كانت صعبة. بس في الآخر يا عزيزي لولا وجود الموت لكان هيبقى كل حاجة في حياتنا ملهاش ولا معنى ولا قيمة، والقيم والمقاييس ما كانتش هيبقى ليها أي معنى. وعشان كده لازم نبقى فاهمين إن حياتنا ليها معنى وقيمة وغاية معينة، ممكن ما نعرفهاش دلوقتي بس الأكيد إننا هنعرفها في وقت معين من حياتنا. وبإيدك يا صديقي إنك تصنع الغاية دي وتخلي ليك محيا بعد مماتك، بإنك تخلي غيرك يفتكرك بشغلة معينة أو تطوير أو حتى بأي فعل إنساني. لأننا يا أصدقاء مسؤولين عن حياتنا كلها. ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نوصل المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا بيه. ومستنيكوا في الكومنتات ترشحولي كتب عايزين إنها تتلخص. وشكرا.